صباحكم برباحكم ومية الرزق في داركم. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد خياتي. وش راكم؟ ان شاء الله الفيديو تاع اليوم ولا نهار تاع اليوم يلقى خياتي كامل بخير، وخاصة تكونوا بصحة جيدة. كيما راكم تشوفوا معايا روتين شتوي، فيديو جديد معايا، نهار جديد ان شاء الله يا ربي نستقبلوه بالخير وهنا وربح مع خياتي. يلا دخلت عليكم هكذا بفيديو فيه كله نشاط حيوية هكذا، غير للتشجيع برك فقط. هاد الفيديوهات ديالي ولا الافكار بسيطه ولا تدابير. يلا نبداو بالصلاه على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نقول لكم خياتي كامل مرحبا بكم في بيتكم، بيت ام هاني. نبداو الفيديو مع بعض. كيما راكم تشوفوا خياتي، راني دائما نصور لكم هكذا في الديبي باش تعرفوا واش كاين كامل، يعني في لا فيديو تاع اليوم هكذا. اللي راهي حابه تشوف ولا تدي فكره ولا تشوف الفيديو، اللي ماهيش حابه يعني دائما ندير لكم بريسك لي فيديو تاوعي هكا في الاول واش كاين. هنا خياتي كيما راكم تشوفوا اختكم دائما تحب تبارطاجي معاكم هاد القهوه هادي، هاد لي مومون اللي نحبوا بزاف بزاف انايا. هنا البنات شربت قهوتي كيما راكم تشوفوا مع هاد الحلوه هادي، كانت بعثتها لي، جابتها لي البارح يعني حبيبتي، بعثتها مع راجلها. كيما راكم تشوفوا زدت بعثت لي شويه تاع التمر. نقول لها من هذا المنبر ولا من هذه الطابله هذه، كتر خيرك ويعني يعطيك الصحه. واش نقول لكم، عندها واحد المقروط معسل للقلب يا البنات، تلمو بنين بنين. يعني شوفوا ما تحوسوش على الشكل، شوفوا لي البنه هي في الشكل شويه بصح في البنه ماكلتها كامل بنينه. كانت جارتي قدامي وكي رحلت هي ما تستغنى عليا وانا ما نستغنى عليها. الوغ هكذا مرات هكذا نتهاداو بعضنا بعض، يعني يقول لك تهادوا تحابوا. هنا البنات نرجعوا للكاطو ديالنا اللي كنا درناه يعني الليله من قبل كما قلت لكم. يعني كنت حطيته هكذايا يتشمخ. هاد الاعمال يعني مليح تقسموهم على زوج مرات، يعني تقسموا العمل تاعكم على زوج هكا باش ما يعييكمش وباش ما تكرهوش منه تاني، باسكو راح يشد لكم شويه تاع الوقت. كيما شفتوا خياتي راح ندير معكم تشراك للعريان، ماشي مسكر هاد المره. انا من عشاق الحلويات التقليديه، يعني تشوفوا مخدومين كيما يقولوا بالميزان، يعني هكا واحد الذوق، يعني حاجة واحدة أخرى. ولا راكم تشاطروني الرأي قولوا لي في لي كومونتير. يعني حلوة تقليدية كيما ديري حلويات واحد اخرين راهم يديروهم هنايا دوك الوقت هذا اللي رانا فيهم. يعني كاين بزاف واحد الحلويات هكا راهم يدخلوا جدد، بصح ما كاش كيما الحلويات التقليديه ديالنا. هنا نرجعوا للمقادير. كيما شفتوا البنات درنا 3 كيلات تاع الفارينه، ما يكونوش بومبي وما يكونوش معمرين، يعني لا بغا يكونوا ناقصين شويه هكذايا قريب صباع كيما شفتوا. ودرت كيله غير ربع تاع السكر الناعم، زوج مغارف كبار تاع لا مايزينا. خلطت كامل الخليط ديالي، درت مغرفه تاع لافاني وقرصه تاع الملح. هنا اللي دام البنات درت هنا خليط ما بين لا مارغرين ودرت السمن. يعني هنا السمن، الكميه تاع السمن هي اللي تغلبت مع شويه هكا تاع لا مارغرين. وفيضت هذيك الكيله ديالي بالزيت كيما راكو تشوفوا معايا. يعني لاباط ديالكم راح تليموها شغل اون ديغي راكو تلمو في الغريبيه البنات. ان شاء الله كل شيء تراه واضح. 3 كيلات ما يكونوش معمرين البنات، يكونوا ناقصين شويه وما تدكسوهمش هكا كي تكونوا تعمروهم مليح. جربوا هاد التشارك العريان ورجعوا لي بالخبر، يعني واش نقول لكم، بنتو ولا اروع. هنا في هذاك البول ديالي ولا في هذيك الكيله ديالي كنت درت هنا البنات حبه تاع البيض، وضفت لها نص كيله تاع تاع ماء الزهر. كملت النص كيلة ديالي هذيك كيما راكم تشوفوا رانا في البرد هاد الايامات. ندفيو هذاك الماء ولا هذاك الماء زهر ندفيوه وراح نضيفو لهذاك الكيلة ديالنا. يعني كيلة ما تكونش معمرة ناقصه زوج صباعتين، راح نفرغوها في لاباط ديالنا. شوفوا انا واش خليت، نتوما هنا على حسب الفارينة وعلى حسب الحبة تاع البيض. يعني دائما يعني ديروا غير بالعقل. هنا خدات لي كيما راكم شفتوا حوالي هكذاك كيلة غير ربع ولا كيلة ناقصة شوية على غير ربع، يعني كيما شفتوا الكيلة اللي خدمتها. نرجعوا هنا البنات، هذوما التحضيرات المسبقة هكا باش غدوة ان شاء الله كي نوضو نطيبوا الكاطو ديالنا. انا هاد الخدمة هذه كنت درتها لكم في الفيديو السابق، كنت قلت لكم يعني مع العشية كامل كنت حضرت هاد لافارس وحضرت هاد لاباط. وديجا كي يقعدوا هادوما البنات راح يرتاحوا، راح يجوا بنان ويجوا سهلين في الخدمة.
كما قلت لكم. هنا عندي كميه تاع الكاوكاو البنات ماشي محمصه، فوالا كيما راكم تشوفوا راني رحيتها. هنا البنات راح ندير معاكم اليوم تشارك العريان والمشوك. كنت شريت هنايا الكاوكاو كيلو ورطل تاع الكاوكاو. شوفوا هنايا البنات هذا ما راهوش محمص، غربلت هذاك الرقيق حطيته دو كوتي باش نديروه في لاباط، وهذاك يعني الخشين نخليوه باش نديرو به نزينو به المشوك ديالنا مع يعني مع واش راح نقول لكم يا ربي، مع التشارك العريان ديالنا. الوغ كيما شفتوا حمصت بليتو، رحيت بلا ما حمصتو، وهذاك الرقيق البنات راح درتو في الفوغ باش يتحمص لي. وكنت حمصت هنا كميه تاع يعني تاع الكاوكاو. هنا عندي 4 كيلات تاع الكاوكاو محمصين كيما راكم تشوفوا، ورحيتهم تانيك. ضفت لهم كيلة تاع السكر، وضفت لهم شويه تاع مبشور الليمون. شوفوا هنا باش نداويو الكاوكاو ديالنا، يعني استغلوا مليح معايا. لازم نديروا له شويه لو زيت دو سيترون، نديروا له شويه تاع لافاني، ونديروا له شويه تاع القرفه. راح تجي هاد لافارس يا البنات بنينه بنينه بنينه. واش نقول لكم، ما نقولكمش اون ديغي اللوز باسكو اللوز يقعد في بلاصتو والكاوكاو يقعد في بلاصتو، بصح هاد لافارس هادي راح تجيكم بنينه بنينه بزاف، سورتو كي ديروا لها القارص يعني لي زاغوم هادو هما اللي راح نداويو بهم لافارس ديالنا. كيما راكم تشوفوا معايا لافارس اللي فيها الكاوكاو كنت حمصته ورحيته. 4 كيلات تاع الكاوكاو، كيلة تاع السكر، مغرفة صغيرة تاع لافاني، نص مغرفة تاع يعني 4 مغرفة عفوا تاع القرفة، وشوية مبشور الليمون. هكذا خياتي. هنا كانت عندي هاد لافارس اللي كنت درت بها تشارك المسكر تاع يعني يعني فيديوهات سابقة كما شفتوا كنت درت معكم تشارك مسكر. هذا كمية تاع اللوز يا البنات ضفتها له. أنا عندي حوالي واحد الرطل تاع الكاوكاو. هنا كيما راكم تشوفوا هنا وجدت لي 3 فارس ديالي. هذه دوك نايمها نديرها في ساشي. هذه ما حمصتهاش يا البنات اللي راح نرمض فيها يعني المشوك ديالي مع الاخر. اما هذه الرقيقه يا البنات هذه درت لها تحميصه خفيفه باش نحي برك ديك الريحه. هذه اللي راح نديروها في لافاكس يا البنات ان شاء الله راكم فهمتوني. هنا في نهار واحد اخر كيما راكم تشوفوا هنا يوم جديد كيما راكم تشوفوا معايا خياتي. راني درت هنا رطل تاع لا مارغارين كيما راكم تشوفوا. درت هنا نص كاس تاع السكر الناعم. درت 2 حبات تاع ولاد الدجاج يعني 2 كاملين، وزوج درت غير الصفار، ونحتفظوا بالبياض. ان شاء الله الصورة راهي واضحة وكل شيء تراه واضح. هكذا نروح نديرهم هنايا في الخلاط، نضربوا مليح لاخر السكر ديالنا. وهنا البنات عندي 4 كاس تاع لا مايزينا، وزوج كيسان تاع هذاك اللوز الرقيق اللي كنت يعني كما قلت لكم حمصته غير شويه. نديروا مغرفه تاع لافاني وقرصه تاع الملح، ونزيد نروح نطلعهم كيما راكم تشوفوا حتى يولوا هكذا كريميين. نرجعوا للقارص ديالنا. هنا كيما راكم تشوفوا حبيبات تاع القارص ديالي كي يجوز عليهم الوقت هكذا ونخاف يفسدوا لي، نرفدهم ونرميهم في الكونجيلاتور. هكا نستعملهم نخدم بهم العصائر، نخدم بهم تانيك هكذايا الحلوى. يعني جبت هكا حبيبه وراني سكرفشتها، راح تجي بزاف بنينه يعني اجل بليتو يا ربي المشوك يجي بزاف بنين بالنكهه تاع القارص. شوفوا هنايا لايمت لاباط ديالي بشويه تاع الفرينه، خدات لي حوالي واحد 700 غرام تاع الفرينه. وراح هنايا نوزن معاكم الحبه. هنايا راح نديروهم 25 غرام، يعني نتوما تحبوا ديروهم عينكم ميزانكم، انا غير حبيت نوري لكم برك هكا اونكا حبيتوا تخدموا الحلوى ولا. وعندي هنا هاد الحلوى يا البنات نخليها لكم في الرابط صندوق الوصف. الرابط تاع الحلوى راح نخليه لكم في صندوق الوصف هكا باش تشوفوا المشوك يعني تحبوا ديروه للعراس ولا. راني دايره حوالي هكذاك واحد 200 حبه، راح نخليها لكم في صندوق الوصف. يعني هاد المشوك يا البنات يجي من اروع اروع ما يكون. هكذا شوفوا كيما راكم تشوفوا درتو في بياض البيض، ودرتو في هذاك يعني في الكاوكاو ديالي اللي ما كاش محمص. دوك هكذا كي ندخلوه للفور راح يعني يتحمص ويحمر لنا. يعني دو بريفيرونس الكاوكاو تاعكم ما تحمصوش. حطيته في الفرن يا البنات حوالي هكذاك 25 دقيقه، وخرجته على نار اللي كانت 200 درجه باش تخرج لكم الحلوه ديالكم يعني الطيب. سورتو اللي ما عندهمش الفوغ فونتيلوا ديروها في الرف ما قبل الاخير وحطوها على 200 درجه. راح تشوفوا الحلوه ديالكم تطيب غير بهذيك السخونيه هذيك، يعني ماشي بهذيك النار
كما يقولوا الهادئة هذيك باش ما تمصلكمش الحلوى ديالكم. يعني هذه من أسرار نجاح الحلويات. ديروها في الرف ما قبل الأخير على 200 درجة. بعد ما خرجتها يا البنات كما شفتوا راني عسلتها. يعني كل وحدة ندير لها مغرفة صغيرة تاع العسل. كما شفتوا لاباط ديالنا درنا غير نص تاع يعني نص كاس تاع سكر كلاص. هاي لك هنايا البنات الحلوة ديالنا كما راكم تشوفوا. وكنت تانيك درت تشارك. شوفوا الفيديو ما نحبش باش ما يجيكمش طويل. تشارك العريان يا البنات كما شفتوا درتو على 30 حتى ل 35. مع الاول درت 30 وبعد بدلت درت 35 غرام. كما شفتوا درت هذوك لي بودا ودورت ودخلته في حبه بيض. كما شفتوا كما المشوك عادي كيف كيف نفس الدرجه ونفس يعني الرف اللي طيبت فيه هذيك الحلوه. حلوه تجي بزاف بنينه. واش نقول لكم يا البنات هنايا درت هكا تبيسي صغيور هكا الجاره. حبيت يعني نذوقها شويه في الحلوه ديالي هكا كيما راكم تشوفوا. يعني مره على مره هكذا مليح نتقاسموا مع الجيران ديالنا ولا مع يعني الحباب ولا هكا حبيبات تاع الحلوه. كيما راكم تشوفوا معايا كنت تاني خليت حبيبات اليما تاني ديت لها معايا والباقي خبيته هكذايا نتقهووا به مع العشيه. راكم تعرفوا البرد ويتو لازم هكذا حاجه حلوه. ربي يحلي ياماتكم وشهيتكم في الجنه وفي الصحه خياتي. هنا بعد ما لميت هذيك الحلوه ديالي هادوما لي بواط اللي كنت قلت لكم يعني ما كانش عندي الوقت باش نديرهم في لو بلاكار اللي كانوا في البانيي. هنا راني نرتب في الرافيتايمات تاعي كيما راكم تشوفوا معايا. هاي ليك هنا فرغت كامل واش كان عندي. والمتبقي البنات نخليه في هذيك السليله. دوك تشوفوا معايا كيفاش راح نخليهم يعني هكذا في هذيك السله ديالي. هنا البنات شوفوا كيفاش نمسح بامير نمسح البلارات ديالي. والله يا البنات غير يولوا يشعلوا. يعني ما عنديش بزاف مني غسلتهم على كل حال. بصح كي تمسحوهم غير هكذا بامير من الفوق اون ديغي درت لهم رغوه ولا خير يا البنات يولوا يبرقوا يبرقوا. هكا مسحت مسحه خفيفه البلاكار ديالي وحطيت يعني البلارات كيما راكم تشوفوا معايا. وهنايا عندي هادو من المستلزمات لو بانغري اللي كنتو شفتوه معايا لا فوا باسي. وهادو تانيك الشوفان مع الحلوى. يعني كل واحد واش ياكل يحب ياكل. هنا فوالا هذه الغافي طايمه تاعي اللي قعدت لي. فوالا كيما راكو تشوفوا معايا كنت حابه هنا نوري لكم تانيك البلاكار من الفوق للتحت يا البنات. هذا لو بان غريي فوالا كل يوم راهم ياكلوا منه بهذيك يعني زبدة فول السوداني ولا بالزبدة والمعجون. وهذه البيدونه يا البنات ندير فيها الخبز اليابس. كنت وريتها لكم تاني لا فوا باسي. اليوم برك راني فرغتها وهنا نحط الماء ديالي. الوغ هنايا البنات البلاكار يبدا من التحت هكذا حتى للفوق ان شاء الله يا ربي. راني حابه نغلقه باسكو عذبني بزاف بزاف في الخدمه. فوالا هنايا كيما راكم تشوفوا خياتي راني جست باش نطبق الحوايج تاع يعني كنت غسلتهم في الليل وكانت الشتا دايره حاله ونشفتهم في لا ماشين يا البنات بهذاك لو سيشوار يعني تنشفوا في الماشينه. خرجوا لي كامل يعني براسك مكرفسين. الوغ حددت واش لازم واش يسحقوا حاجه اللي كيما يقولوا لازمه وحاجه هكا دي تريكوت ولا ما نحددهمش يعني نطبقهم برك عادي. كيما راكم تشوفوا معايا الوقت ما كانش نهار قصير. يعني لازم نستغلوا هكذايا حاجه اللي نزربوا نحيوها من الطريق. اهنا خياتي راح نحضر معاكم العديسه ونرجعوا لهذيك العظيمه ديالنا. واش رايكم فيها؟ يعني كومونتيتيو لي بزاف عليها قلتوا لي العظم مليح مهم بزاف للروماتيزم والم المفاصل. هذه معلومه دخلت لي جديده وراني يعني فرحانه بها بزاف. يعني هكذا نطيبوا بالعظيمات. قلت لكم مليح بزاف هكذا العدس اللوبيا. على بالكم قتلنا الدجاج كل حاجه ولات غير بالدجاج. الوغ هكذا مليح هكذا العظم في لي سوب ديالنا سورتو هكذا في الشتاء. كون في الصيف نقول لكم معليش بصح في الشتاء مليح هكا نطيبوه بالعظم. قلت لكم الثمن ديالو يدير 20,000 الكيلو. شريتو في الكارفور البنات وما حش تلقاوه دائما. يعني غير حتى سقسيتو هذاك اللي يبيع الحمل تما في الكارفور تقولوا له وقتاش تحطوا العظم ديال يعني وقتاش تحطوا العظم راح يقول لكم الوقت اللي يكون يعني القطيع تاع اللحم. هكا خياتي هنا نرجعوا حطيت القدره ديالي كيما شفتوا حطيت بصله مع الزيت واللحم ديالي يتقلاو وياخذوا هذيك التحميره. يعني طريقه بزاف مليحه. كيما راكم تشوفوا اليوم راح نديروا الدرسه بالكمون فيها الثوم الكرافس ودرت شويه تاع الكمون وملح وفلفل اسود وطوماطيش مصبره. وقطعت هنايا حوالي 3 حبات تاع زروديه كيما راكم تشوفوا دي رونديل
وضفت لها عرف تاع الكرافس. هاد الوصفة تجي بزاف بزاف بنينة. هذيك البصلة البنات خليوها هكداك اونتيي، تتقلى مع اللحم، راح تمد لكم بنة، وتجي ما تجيش هذيك لاصوص تاعكم ثقيلة ثقيلة بزاف. يعني ولا كان عندكم حبيبات تاع القرنفل، حوالي 3 حبات تاع القرنفل، رشقوهم في هذاك العدس ديالكم. هاد العدس يا البنات على الطريقة الأوروبية، يعني يجي بزاف 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 بنين. يعني وصفة سهلة وبنينة بنينة بزاف. كما شفتوا خياتي اكومبانيت يعني العدس ديالي بهاد السلطة تاع الكرومبيط والخضروات. شوفوا الطاولة تاعنا، هاي ليك يا الغاليات، هذه هي الطاولة تاعنا، طاولة شتوية. ان شاء الله يا ربي تعجبكم. هنا راني سلكت روحي فطور وعشاء. البنات كنت حابة ندير طاغ بوم وما صحليش الوقت، خلاص كنت مع الكاطو. الله غالب، جاب لي راجلي تفاح، قال لي مع وليدي، قال لك ديري لنا لا طاغ بوم. ان شاء الله راني حطيته لهم، قلت لهم كلوا هكذا، ومن بعد ان شاء الله كي نستعفى هكا وجوز ويامات ان شاء الله راني ندير الحلوة هذه. هذه هي الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم. طبق تاع العدس يجي بزاف بنين مع سلطة تاع خضروات كيما راكم تشوفوا. يعني خضروات هكذايا دي ليغوم فاريي، تجي بزاف بنينة هاد السلطة بالكرومبيط. وهاد العديسة ديالنا بالكمون يا البنات، بالعظيمات. واش نقول لكم، بنينة بنينة بزاف مع الزرودية والكمون. يعني هاد الطبق كيما قلت لكم، ولا هاد الوصفة وصفة أوروبية. يعني جربوها.